أهلا بحضراتكم مرة تانية. مخاطر التجارة الإلكترونية كتيرة ومتعددة، حصرها غير سهل. تكنولوجيا التجارة الإلكترونية تكنولوجيا سريعة التغير وسريعة التطور. كل تغير أو تطور بيواكبه مخاطر جديدة. بيكمن الخطر الرئيسي في التجارة الإلكترونية في إمكانية اختراق الغير للمعلومات الخاصة لكل من المستهلك والشركات. الحقيقة أنه التجارة الإلكترونية أصبحت منتشرة في حياتنا، أصبحت موجودة عن قرب، والتعامل معها كمان أصبح كثيرا، ولكن للأسف ممكن يكون لها مخاطر خاصة بعملية الاستبدال للمنتج اللي اشتريناه، بعملية الضمان للمنتج اللي اشتريناه، وبالتالي محتاجين ان احنا ناخد معلومات هامة ومعلومات أكثر قبل أن نتعامل مع سلع في كافة المجالات من خلال ما يطلق عليه التجارة الإلكترونية. هنستعرض هذه المعلومات الآن مع ضيفنا وضيفكم في الاستوديو الدكتور أحمد سعيد، دكتور القانون التجاري الدولي، كلية الحقوق، جامعة عين شمس. مساء الخير يا دكتور. مساء النور يا فندم. دكتور، يعني هطلب من حضرتك قبل الخوض في تفاصيل التجارة الإلكترونية المفهوم الخاص بها من الناحية القانونية. من الناحية القانونية التجارة الإلكترونية هي التسوق الإلكتروني والتسويق الإلكتروني. يعني ما تقدريش تشوفي ان التجارة الإلكترونية دي من زاوية واحدة، لازم تشوفيها من زاويتين. هي بتقدم خدمة للمستهلك ان انت بسهولة ويسر وانت قاعدة في بيتك تقدري من خلال الانترنت تشوفي منتجات متنوعة. صحيح. تقدري تقارني ما بين منتجات مختلفة، تقدري تختاري المنتج اللي انت عايزاه ويوصل لك لغاية باب بيتك. فدي التجارة من زاوية المستهلك. من زاوية البائع أو من زاوية التاجر، هو بيقدر من غير ما يبقى عنده متجر على أرض الواقع، من غير ما يروح يشتري مكان ولا يعمل ديكور في المكان ده ولا يكلف نفسه عمالة ولا يدفع كهرباء، قدر يشتغل ويبيع من خلال الإنترنت، من خلال متجر إلكتروني. هو ده المسمى اللي بيبقى موجود النهاردة. وده ما نقدرش ننكر ان هو خلق فرص عمل جديدة وكتيرة لشباب موجودين. صحيح. النهاردة جوه بلدنا، زي ما ده حصل على مستوى العالم. أنا شايف إن التجارة الإلكترونية هي المستقبل. يعني هي حاجة بتنمو ومعدلات نمو عالية جدا بتفوق ال 15% سنويا، وناجحة يا دكتور مع المستهلك كمان، ناجحة مع المستهلك، لأنها أوفر وقتا وطريقة عرض بكثرة، كومباتيتيف. يعني هو قادر، انت قادره وانت قاعده في بيتك ان انت تشوفي اختيارات متنوعه من المنتجات من اكتر من سبلاير، يعني اكتر من متجر الكتروني. انا وانا قاعد في 5 دقائق هقدر ادخل في اكتر من متجر، اقارن ما بين المنتجات اللي كل متجر بيعرضها، اقارن في الاسعار، وبعدين اخد بقى القرار ان انا اشتري. انا ما نزلتش، ما اتحركتش من بيتي، ما تعبتش. فالسهوله وتبسيط الاجراءات دي طبعا اوفر جهدا بالنسبه للمستهلك. كمان هي مفتوحه 24 ساعه. يعني انت النهارده لو ما عندكيش وقت في يومك ان انت تتسوقي احتياجاتك، تقدري كويس قوي في اي وقت انت بترجعي فيه بيكون عندك وقت فراغ فيه ان انت تعملي التسوق ده، لان المواقع والمتاجر الالكترونيه موجوده 24 ساعه، موجوده خلاص. هي التجاره ما نقدرش نقف قدامها. ولو احنا عايزين نشوف النهارده حجم التجاره دي في مصر بيتعدى $1 مليار سنويا. وده طبعا $1 مليار، وده بيتزايد. احنا بنتكلم في معدل نمو 15% سنويا. يعني دي مش حاجه احنا هنقدر نقف قدامها، التطور خلاص واخد مجراه. احنا دلوقتي بنفكر ازاي نتلافى سلبياتها. يعني انا هقول لحضرتك، يعني هتعامل مع منتج ما عن طريق التجاره الالكترونيه، لكن حين وصول المنتج ده ليا واستلامه، المنتج عندي فيه مشكله، فبطلب ان انا استبدله. ده حقيقي. الاستبدال مختلف تماما عن عملية الاستبدال مع أي من المحلات التجارية في أي مكان وفي أي مول، لأن أنا هنا بتكلم مع تجارة إلكترونية، فعندي مشكلة في عملية الاستبدال، وممكن يكون عندي الحق في استبدالها. طبعا. ومهم جدا ان احنا لما نيجي نشتري حاجه من خلال الانترنت، في دايما خيارين: يا اما تدفعي من خلال الفيزا كارت بتاعك، او ان انت تشتري ولما يوصل لك السلعه اللي انت اشتريتيها تدفعي المقابل. وانا نصيحتي للمشاهدين ان هو ما يدفعش من خلال الفيزا كارت، لا، هو لازم يستنى لغايه لما المنتج يوصل له، وبعدين يشوف المنتج ده ويراجع المواصفات بتاعته، هل هي فعلا ذات المواصفات اللي كانت مذكوره على المتجر الالكتروني او اللي كانت موجوده على الويب سايت اللي هو اشترى من عليه. وكمان لازم يتاكد ان هو بيشتري بفاتوره، لازم الفاتوره دي يبقى مكتوب فيها رقم سجل تجاري عشان نتاكد ان اذا كان المكان ده ليه وجود على ارض الواقع ولا لا. لسبب انت عندك قانون حمايه المستهلك بيضمن لك ان انت لو السلعه فيها مشكله او حتى لو مش عاجباكي تقدري ترجعيها او تستبدليها في خلال 14 يوم. فاذا انت مش واخده فاتوره، فانت معناه ان انت مش هتقدري ولا ترجعي ولا تستبدلي السلعه. ده مثلا في الملابس. انما لو جينا للالكترونيات، اغلب الالكترونيات ليها ضمان سنه او سنتين او 3 سنين.
المفروض ان انت عشان تستفيدي بشروط الضمان ده لازم تبقي شاريه المنتج الالكتروني ده بفاتوره. كتير من الناس بتدخل تشتري المنتج من خلال الانترنت عشان غالبا بيبقى ثمنه ارخص، لان في منتجات الكترونيه كتير بتدخل مصر مهربه جايه لنا ما خضعتش الجمارك، هي ملهاش علاقه بالوكيل اللي موجود هنا في مصر. بعدين حضرتك عشان هتلاقي سعرها رخيص ارخص من المثيل ليها في السوق المصري فتروحي تشتريها من على الانترنت. بعدين لما يحصل عندك مشكله مثلا في موبايل انت اشتريتيه ترجعي للوكيل هنا يقول لك انا ماليش علاقه بالمنتج ده. هي يمكن المشكله هنا اللي حضرتك لمستها في منتج معين اكتر من الملابس او من العطور الى اخره، يعني من المستلزمات دي في الالكترونيات. طبعا الحاجات اللي عليها ضمان، يعني انا لو قلت ان انا خلاص اشتريت ملابس، الملابس دي مش عجباني فانا مش قادر ارجعها، خسارتي مش كبيره لان انا من الاول عينت الملابس دي. انما منتج ليه ضمان مع مستمر التعامل طبعا مع التعامل المستمر المشاكل ممكن تظهر كتير. لازم نقول ان المنتج عندنا لازم يبقى واعي، ما يبصش بس للسعر، لازم يبص للجوده ولشروط الضمان. ما اقدرش اقول لك ان احنا النهارده هنقدر نوعي كل المستهلكين، لكن احنا لازم نبدا ناخد الخطوات دي لان التجاره الالكترونيه مش هتتوقف، دي بتنمو وبتتزايد نسبه كبيره. طبعا لازم اشوف النهارده الصين ايه اللي حصل فيها، والدول حتى العربيه في الامارات وفي السعوديه، الدول دي حجم التجاره الالكترونيه فيها اكبر كمان من مصر. فاذا احنا مستقبلنا رايحين ان التجاره دي هتنمو وهتزيد. انا النهارده بدور ازاي احمي المستهلك. طب احمي المستهلك بايه؟ احمي المستهلك ان انا لازم اعمل قانون للتجاره الالكترونيه. احنا حتى هذه اللحظه لانها واقع طبعا بيتم واقع وهينمو وهيتزايد، لانها بتفتح زي ما حضرتك بدات الحوار وقلت باب للعمل لعدد كبير من الشباب، فرصه عمل وفرصه نمو. انت النهارده بتعملي مشروع براس مال ايا ما كان صغير انت تقدري تنمو 15%، ده معدل نمو عظيم يعني. فانا افكر ازاي ان انا احافظ على التجاره دي وانميها، يعني عايز اقف مع الناس وكمان عايز ادخل منها دخل للحكومه. خلي بالك مليار دولار في السنه ما فيش منهم ولا جنيه ضرايب بتدفع. يعني احنا مش عايزين نتكلم على تجاره المنتجات بس، ده النهارده في تجاره خدمات واسعه جدا من خلال الانترنت، مثلا تجاره الاعلانات. يعني موقع زي السوشيال ميديا زي الفيسبوك، السوشيال ميديا بيطلع اعلانات من مصر تقريبا في السنه ب 100 مليون دولار، والبنك المركزي عنده احصائيات لان كل المعلنين بيدفعوا الفلوس دي وبتتحول لحساب الفيسبوك. ازاي الناس دي ما تدفعش ضرائب؟ يعني ازاي هو بيستغل السوق المصري، بياخد من عندي دولار من اللي موجود عندي هنا في مصر واحنا ما بناخدش منه ضريبه. اقتصاد موازي طبعا، اقتصاد موازي واحنا خلاص دي حاجه هتنمو. فاذا لازم النهارده نفكر ازاي المستهلك نحميه، ازاي الدوله تستفيد، وده مش هيحصل غير من خلال تشريع متكامل للتجاره الالكترونيه. يعني لجنه الاونستريال اللي هي لجنه القانون الدولي في منظمه الامم المتحده عملت اتفاقيه للتجاره الالكترونيه في سنه 1996 وحطت اتفاقيه اطاريه، يعني هي حددت بس ملامح ومبادئ عامه واجب على الدول ان هي تصدر تشريعات تتماشى مع هذه الاتفاقيه. حتى هذه اللحظه احنا ما اصدرناش قانون للتجاره الالكترونيه، كل ما هنالك ان مصر اصدرت القانون رقم 15 لسنه 2004 وده خاص بالتوقيع الالكتروني. يعني ازاي انت لما تاخدي فاتوره من خلال الانترنت تبقى الفاتوره دي فاتوره الكترونيه، تقدري لو حصلت مشكله ترفعي قضيه. لان حتى المستندات الالكترونيه اللي احنا بنحصل عليها، يعني انت اشتريتي حاجه بيتبعت لك رساله على الميل بوكس بتاعك بيقول مثلا انت دفعتي الفلوس دي وانت مقابل ثمن الحاجه دي. القضاء لا يعترف بالصور الضوئيه للمستندات دي ولا يعترف بالرسائل الالكترونيه الا لو كانت الرسائل دي خاضعه للتصديق من خلال وزاره الاتصالات. فاحنا محتاجين الملف ده كله اعاده نظر ليه. احنا من سنه 2004 ما عملناش اي تطوير على التشريع الخاص بالتوقيع الالكتروني. حتى النهارده في مشروع للتجاره الالكترونيه لكن لسه ما شافش النور، يعني لسه حتى ما دخلش في الرقابه فين يا فندم من اجهزه الدوله؟ انت مش تقدري تمنعي المستهلك، يعني انا الرقابه انا مش هقدر اقف مع المستهلك، يعني ليس لمنع المستهلك او اللي بيزاول التجاره الالكترونيه، ولكن يعني عمليه رقابه على تلك الاسواق. يعني والله احنا مش هنقدر نراقب، لكن احنا وده دوركم طبعا كاعلام تنوير المستهلك، يعني تفعيل الوعي. انا لازم يبقى عندي الراي العام بتاعي، لازم يبقى واعي، لازم يبقى عارف هو بياخد قرار شراء هو بيشتري ايه بالظبط، واللي هو بيشتريه ده ما يدفعش ثمن ليه وما يدفعش مقابل ليه غير بعد ما يشوف المنتج ده ويتاكد من وجود فاتوره ضريبيه، فاتوره فيها رقم لسجل تجاري، يبقى عارف ان الشركه اللي هو اشترى منها دي ليها مقر في مكان معين، فلو حصل مشكله في المنتج هيقدر يرجع ياخد حقه. لان النهارده اغلب الناس بتشتري من مواقع مجهوله، احنا حتى الان ما عندناش جهه
بتسجل المواقع دي عشان تقدري تقولي والله الموقع ده اصحابه مين. يعني انت بتشتري من واجهه الكترونيه انت ما تعرفيش مين صاحبها، وممكن تبقى واجهات منها كمان موجوده بره مصر. يعني انت بتشتري بره مصر، هو بس عامل مخزن هنا حاطط فيه المنتجات، وانت بتجيلك المنتجات دي من مخزن. فهي كلها تجاره غير قانونيه، تجاره غير قانونيه بالكامل. مفيش فيها اي حمايه للمستهلك. فانا واجب عليا، وده يعني الحمد لله ان في برنامج زي برنامجكم موجود النهارده، ان احنا نوعي المستهلك ونقول له خلي بالك وانت بتاخد قرار شراء من على الانترنت انت مالكش حمايه، انت مش تقدر تاخد حمايه قانونيه. جهاز حمايه المستهلك انت هتروح له اول سؤال هيسالك عنه هيقول لك فين الفاتوره الضريبيه اللي انت اشتريت بيها؟ مفيش. طب الشركه اللي انت اشتريت بيها دي مكانها فين عشان نقدر ناخد اجراء قانوني معاها؟ فده مش موجود، ده مش موجود. فبالتالي انت دفعت فلوس في مجهول. انت مش عارف يا ترى اللي انت اشتريته ده هيبقى شيء جاد ولا مش جاد، هينفعك ولا مش هينفعك. فده تحدي مهم جدا. طبعا النهارده احنا شايفينه كسلبيه من سلبيات التجاره الالكترونيه، لكن في المستقبل لازم نفكر ازاي نطور بيئه العمل دي، لانها واقع وهتنمو، لان بتسهل على المستهلك اسعار فعلا ارخص. فعلا في تنافسيه عاليه جدا موجوده في التجاره الالكترونيه، وفعلا بتخلق فرص عمل. خليني اقول لك، والستات مصر وستات كتير جدا في مصر بيقدروا من خلال وجودهم في البيت هم قادرين يربوا اولادهم، وقادرين كمان يعملوا منتجات يبيعوها من خلال الانترنت. يعني مش محتاجه ويواجبوا مصاعب الحياه. فانا لازم اقف مع الناس دي، يعني انا مش عايز اقف ضدها، بس انا عايز احمي المستهلك وادخل دخل للدوله. والدوله صحيح مستفيده يعني. طبعا لازم ندخل بقى ضرائب للدوله $1 مليار، والدوله ما تاخدش حاجه. ده كلام طبعا مش كويس يعني. أنا بشكر حضرتك الدكتور أحمد سعيد، دكتور القانون التجاري الدولي كلية الحقوق جامعة عين شمس، على التوضيح بالنسبة للتجارة الإلكترونية وأهميتها في الوقت الحالي ونسبتها المتزايدة، وبالتالي لفت الأنظار والانتباه ليها لأخذ الاحتياطات اللازمة لحماية المستهلك، وأيضا لإعطاء الدولة فرصتها في التعامل مع مثل هذه التجارة والاستفادة أيضا منها. شكرا دكتور أحمد. شرفتيني. في ريادة الأعمال النهاردة هنتعرف على مشروع. هذا المشروع خاص بشركة سايبر تالنتس، وهي منصة بتصنف مواهب الأمن الإلكتروني في مختلف فئات الأمن الإلكتروني. خليكم معانا. بعد الفاصل ضيفنا الأستاذ معتز محمد، المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة.